الفيلم بتاعنا بيبدأ في أربعينات القرن الماضي، وفي عز ما كانت الحرب العالمية التانية شغالة. وقتها بنشوف ولد اسمه سيروزا كان متعلق فوق جذع شجرة وقاعد يتأمل الطبيعة، وده في نفس الوقت اللي أمه كانت بتغسل فيه هدوم جنب النهر، وأخوه الكبير بيتيا كان بيصطاد سمك علشان العشاء. وفجأة ظهرت طيارة درون وبدأت تضرب نار عليهم، وأمهم قالت لهم يستخبوا بسرعة، ولكن سيروزا بشجاعة استخدم النبلة بتاعته وقدر إن هو يفجر طيارة الدرون. ولما لف علشان يشوف أمه وأخوه بيتفاجئ إن الاتنين اختفوا من المكان. وفي نفس اليوم بالليل الولد بيصحى على صوت حد بيخبط على الباب، وجري بسرعة يفتح، وكان فاكر إن أمه وأخوه رجعوا أخيرا، ولكنه اتفاجئ بخالته أنيسيا بدلهم، وكان واضح جدا إنها متضايقة وطلبت من الولد يجمع حاجاته علشان يمشوا. وبعدها خالته أنيسيا بدأت تقوله الحقيقة، وهي إن للأسف أمه وأخوه ماتوا على إيد الجنود الألمان، ولو الجنود عرفوا مكان سيروزا وقتها هيقتلوه هو كمان، وعشان كده كانت ناوية إنها تاخده وتخبيه عندها. ولكن قبل ما يقدروا يهربوا الجنود الألمان اقتحموا البيت، وأنيسيا ساعدت سيروزا يهرب بسرعة من الشباك الخلفي، ولكن للأسف هي نفسها اتضربت بالنار وماتت. وسيروزا وقتها كان مرعوب وجري ناحية الغابة، وبعدها بدأ يدور على أي مكان يقدر يستخبى جواه، وهو في أعماقه كان لسه مصدق إن أمه وأخوه لسه عايشين وإن هما هيرجعوا له. وبعد مرور شوية ساعات سيروزا بقى لوحده، وكان لازم يلاقي أي طريقة عشان يفضل عايش بيها. وفي ظل ما كان بيشرب مية من جنب النهر هناك اتفاجئ بوصول مجموعة جنود للمكان اللي هو فيه، ووقتها سيروزا بيخاف وبيبدأ إن هو يستخبى وسط جذور شجرة كبيرة، وكان هيفضل مستخبي لحد ما هما يمشوا. ولكن فجأة حصل حاجة ما كانش متوقعها، وبيشوف إن في تعبان قريب منه في المكان اللي مستخبي فيه. والولد كان خايف جدا، ولكن كان لازم يفضل ساكت وما يطلعش أي صوت عشان محدش من الجنود يسمعه ويخلص عليه. وفي نفس الوقت الجنود ولعوا نار علشان يرتاحوا شوية، وبعد ما أكلوا طفوا النار وبدأوا يمشوا من المكان. وفي اللحظة ديت سيروزا أخيرا قدر يهرب من التعبان، وكان جعان جدا فمسك واحدة من العلب اللي سابوها، وكان نفسه يلاقي فيها أي بقايا أكل علشان تساعده يعيش، ولكن للأسف ما لقاش أي حاجة. وبعد مرور كام يوم سيروزا بقى ضعيف جدا لدرجة إنه بقى يدوب بالعافية قادر يمشي على رجليه، وفي الطريق لقى شوية فواكه وبدأ ياكل منها. بس في جنود سمعوا حد بيتحرك في المكان وفجأة ضربوا قنابل، وده خلى سيروزا يضطر يهرب من المكان بسرعة. وفي نفس اليوم الدنيا بدأت تمطر في الغابة، ولكن الولد كان تعبان ومرهق وما بقاش عنده أي طاقة يتحرك، فبيقرر إن هو ينام في مكانه. وبعد شوية ساعات بيلاقي 2 جنود روسيين، وقرروا ياخدوه معاهم لمعسكر الجنود علشان يساعدوه هناك. وفي المعسكر سيروزا قابل القائد كوزنيتسوف لأول مرة، والقائد بمجرد ما شاف الولد طلب من رجالته إنهم يجيبوا له أكل ويهتموا بيه بسرعة وبعدين يودوه للمستشفى. وبنعرف إن من اليوم دوت الولد كمان بقى ليه اسم جديد، وبدأوا كلهم ينادوه باسم سيرجي بدل الاسم القديم. وبعد مرور شوية وقت الجنود بدأوا يتكلموا مع بعض، وده عشان ينسوا الحرب ويفكروا في عائلاتهم شوية قبل المعركة. ولكن فجأة ومن غير أي مقدمات بنشوف قنبلة انفجرت قريب منهم، وبنروح لخيمة كانت عبارة عن مستشفى، وبنشوف سيرجي هناك وكان بيتعالج عند ممرضة اسمها كاتيا. وبسبب القنبلة اللي من شوية بدأ يوصل عدد كبير جدا من المصابين للخيمة، وده خلى كاتيا تجري بسرعة علشان تساعدهم. ورغم ان سيرجي كان تعبان ومصاب الا انه ما كانش بيسكت نهائي وبيتكلم على طول مع الجنود اللي حواليه، وكان متحمس جدا يعرف اكتر عن حياة الجنود. وشوية بشوية الولد بدأ يتأقلم وسطهم وحس ان هو واحد منهم، وكمان قدر يكسب حب كل الجنود الموجودين في المعسكر. وفي الوقت دوت كاتيا استدعاها واحد من الجنود، ولما خرجت بره الخيمة لقت ان معاهم معزة، وكل اللي موجودين كانوا مستغربين ازاي معزة وصلت للمكان ده، ولكنهم كانوا مبسوطين جدا لانهم خلال الايام اللي جاية هيشربوا لبن وياكلوا جبنة كمان، ويقدروا ياكلوا اكل طبيعي لان هم زهقوا من المعلب. والنوعية دي من الاكل كانت حاجة نادرة جدا في حياتهم في الوقت ده. وبعدها القائد كوزنيتسوف وباقي الجنود دخلوا الخيمة بتاعة المستشفى، والقائد كوزنيتسوف راح يطمن على حالة سيرجي، وارتاح لما شاف ان الولد بدأ يتحسن تدريجيا. وسيرجي وقتها قال له ان هو اخد حقنة بإبرة كبيرة وان الحقنة دي سببت له ألم كبير، واعترف انه من بعدها كان ناوي ان هو يهرب منهم. ولكن بعد ما اتكلم مع الجنود اللي في المكان حبهم وقرر يفضل معاهم. وبنشوف سيرجي بيطلب من القائد يوريله المسدس بتاعه،
وبعد ما كوزنيتسوف فضى المسدس من الرصاص اللي فيه اداه لسيرجي علشان يشوفه، وسيرجي بعدها سأل عن التوقيع المحفور جنب السلاح، وكوزنيتسوف كشف له ان المسدس ده سلاح مميز جدا وان الجنرال اسمه اوستراشوف بنفسه هو اللي اداهوله. ولما سيرجي سمع الكلام ده اتحمس اكتر وبدأ يتخيل نفسه بيضرب النار على الاعداء. وفي اللحظة ديت القائد كوزنيتسوف خد المسدس من ايده بسرعة، وده لان الولد لسه صغير على الحاجات دي. وفي الوقت دوت سيرجي بدأ يوري له رسمة دبابة عاملها فوق بطنه، وبعدها سأل القائد كوزنيتسوف اذا كان عنده طيارة حربية. ولما عرف ان القائد عمره ما ركب، سيرجي قرر يرسم واحدة على الشاشة اللي على ايده. وبعد ما القائد خرج بره الخيمة، كاتيا الممرضة قررت انها تروح تكلم القائد عن الولد، وابتدت ان هي تصارحه وطلبت منه ان يسمح لسيرجي يفضل معاهم في المعسكر، وده لان هو كده كده يتيم وملوش حد. ولكن كوزنيتسوف رفض الطلب دوت وقال لها ان مكان الاطفال الطبيعي مش وسط الحرب نهائي، وكمان وضح لها ان هو هياخده لدار ايتام بعدين. وبعدها مجموعة من الجنود راحوا يزوروا سيرجي في الخيمة، والولد كان مبسوط جدا لما استخدم المنظار لأول مرة في حياته. وبينما الجنود كانوا خارجين ظهر ريزو، والجندي دوت سيرجي كان بيحبه جدا وراح على طول نط في حضنه، وريزو وقتها اداله عسلية علشان يفرحه. وزي باقي الجنود ريزو هو كمان بدأ يتعلق بسيرجي. وبالليل بنشوف ان كاتيا كانت بتتكلم مع الممرضة اللي معاها، وقالت لها انها ما بقتش قادرة تنام بشكل طبيعي من ساعة ما عرفت ان سيرجي هيسيب المعسكر ويمشي. وكمان قالت انها اول مرة شافته غير حاجة جواها، وانها حست بغريزة الامومة ناحية الطفل ده. وكاتيا وضحت انها مش عايزة الولد يعيش وسط الحرب، ولكنها كمان ما كانتش عايزة ان الولد يبعد عنهم. وتاني يوم بنشوف ايجور راح يكلم كوزنيتسوف، والجندي حاول يقنعه يسيب سيرجي عايش معاهم في المعسكر، وده لان كل الجنود بدأوا يتعلقوا بالولد، وده لانهم لما كانوا بيشوفوه كانوا بيحسوا بالراحة، وده لان في النهاية الجنود دول كانوا بيحاربوا علشان مستقبل الاطفال اللي زي سيرجي. فوجود سيرجي معاهم كان هيفكر الجنود ويحفزهم بشكل مستمر للمهمة بتاعتهم. ولكن القائد قرر تاني ان الاطفال مالهمش مكان في الحرب. وكمان القائد كوزنيتسوف بيعترف ان هو كمان بقى متعلق بسيرجي، ولكن كان شايف ان هو لازم يعمل اللي فيه مصلحة ليه، وقال انه خلاص لقى ملجأ ايتام كويس وخلص كمان الورق بتاعه، وعشان كده لازم الجنود يتعودوا على غيابه من دلوقتي. وبعد شوية ساعات بنعرف ان فيه هجوم جديد على المعسكر، وكوزنيتسوف امر الجنود يكسفوا الاعداء بكل الصواريخ اللي عندهم، وفي نفس الوقت راح بنفسه لساحة القتال عشان يساعد كاتيا واللي كانت بتحاول تنقذ واحد من الجنود المصابين هناك. وبعد ما المعركة انتهت اخيرا رجعوا كلهم للمعسكر تاني، وهناك كان مدير دار الايتام مستني علشان ياخد سيرجي، والراجل فضل قاعد جوه العربية وهو مستني يودعوه. ولكن كاتيا كانت زعلانة جدا وما قدرتش انها تودعه، وعشان كده قررت تمشي من غير ما تتكلم معاه. وبعدها كوزنيتسوف طلب من سيرجي يقعد جنبه شوية وحاول يشرح له ايه اللي هيحصل معاه من دلوقتي. ولكن قبل ما يقدر يقول اي كلمة سيرجي بدأ يعيط وبدأ ان هو يحضنه، وقال ان هو خايف يموت في الحرب وما يقدرش يشوفه مرة تانية. وفي اللحظة ديت كوزنيتسوف طلع مسدس خشب وقال ان هو عمله ليه، وبعدها سأله اذا كان حابب يكون هو ابوه من النهاردة. ولما سيرجي بيوافق طبعا بنشوف كوزنيتسوف وهو بيقطع اوراق دار الايتام. ودلوقتي كانوا محتاجين يلاقوا لبس عسكري للجندي الصغير بتاعهم، وعشان كده إيجور بدأ يطلع شوية هدوم قديمة عنده، وده عشان الترزي يقدر يفصل منها هدوم على قد سيرجي. وبعد شوية كاتيا وصلت وهي ماسكة أصغر جزمة لقيتها، وبعد شوية تعديلات بسيطة من الإسكافي هتبقى مناسبة لسيرجي. وتاني يوم القائد كوزنيتسوف راح يصحي سيرجي، والقائد قال له إنه دلوقتي بقى جندي حقيقي زيه زيهم، وعشان كده لازم يلبس هدومه خلال 45 ثانية بس. وبعدها اداله الزي العسكري الجديد بتاعه واللي سيرجي فرح بيه جدا. وبعدها بيسأل القائد كوزنيتسوف عن اللزقة اللي على وشه، والقائد قال له انه جرح نفسه بالغلط وهو بيحلق دقنه، وبما ان الولد كان لازم يلبس اللبس العسكري بسرعة عشان كده القائد ولع عود كبريت وكان لازم يلبس الزي بتاعه قبل ما ينطفي. وبعد شوية خرجوا اخيرا من وسط الخيمة، وسيرجي كان متحمس جدا يوري الجنود الزي العسكري الجديد بتاعه. ولكن في اللحظة
اللحظة ديت حصل فجأة هجوم على المعسكر، والقائد جري بسرعة علشان يحمي ابنه من الخطر، وبعدها أمر واحد من الجنود إن ياخد الطفل للمخبأ بسرعة. وفي نفس الوقت الكل بدأ يستخبى جوه الخنادق العسكرية، وخلال القصف شوية من الجنود اتصابوا إصابات خطيرة، وسيرجي راح للمستشفى علشان يساعدهم، وبدأ يديلهم مية وكان مستعد يعمل أي حاجة يطلبوها. وفي اللحظة ديت واحد من الجنود المصابين في عينيهم طلب من سيرجي إنه يقرأ له الجواب اللي وصل من عيلته من البيت، ولكن سيرجي للأسف ما كانش بيعرف يقرأ، وعشان كده بدأ يألف كلام حلو عشان يفرح الجندي. وفي نفس الوقت القنابل كانت لسه بتقع بره المعسكر، وعشان يهدي الجنود سيرجي عرض إن هو يغني ليهم شوية، وكل الموجودين اتأثروا جدا، لأن رغم الحرب اللي حواليه إلا إن الطفل بيحاول يهديهم ويطمنهم، وكمان رجع لهم الأمل وسط الظروف الصعبة اللي حواليهم. وبعد الساعات الصعبة ديت سيرجي نام فوق رجلين كاتيا، وبعدها بفترة قصيرة كوزنيتسوف وصل، والقائد قال إنه محتاج يقول لها حاجة مهمة، ولكن سيرجي صحي فجأة وبوظ عليه اللحظة. وفي نفس الوقت المعسكر كان بيتم إعادة بنائه من جديد، واتنين من الجنود شافوا سيرجي وهو بيحلق دقنه بالموس علشان يقلد باقي الجنود، وقرروا يهزروا معاه ويسألوه إذا كان رايح يقابل بنت، ولكن سيرجي قال لهم إنه جندي حقيقي زيهم بالظبط، وإن الجنود الحقيقيين عمرهم ما بيروحوا مواعيد غرامية. وبعدها راح عند القائد عشان يعرف مهمته الجديدة، وكوزنيتسوف استغرب من اللزقة اللي موجودة على وشه، وسأله ليه حاطط ضمادة على خده بالشكل ده، وسيرجي رد وقال له إن اتجرح بالغلط وهو بيحلق دقنه الصبح. وبعد ما سمع الرد القائد طلب منه يروح بسرعة عشان يجيب الجوابات من العربية اللي كانت جاية للمعسكر، وكمان يوزعها على كل الجنود الموجودين في المكان. والجنود بدأوا يرقصوا من الفرحة بعد استلام الجوابات دي، وده لأنها كانت جاية من عائلاتهم وأقاربهم اللي بعيد عنهم. وده بقى خلى سيرجي يحب الشغلانة الجديدة دي، وبعد ما خلص مهمته قرر يلبس بدلة التمويه الخاصة بيه، وبدأ يتحرك وسط المعسكر من غير ما حد يلاحظه. وفي ظل ما كان بيبص بالمنظار اللي معاه من بعيد لاحظ وجود جزمة حد مستخبي وسط كومة قش كبيرة، وسيرجي وقتها جري بسرعة ناحية المعسكر ونادى على شوية من الجنود علشان يروحوا معاه بسرعة ويمسكوا الشخص اللي كان مستخبي وسط القش هناك. واندري وباقي الرجالة راحوا يشوفوا مين ده، وفي النهاية اكتشفوا وجود 2 جنود من جيش العدو، وبعد تبادل شوية ضرب نار ما بينهم قدروا انهم يمسكوا الجنديين ويرجعوا بيهم للمعسكر مرة تانية. وفي نفس الوقت سيرجي رجع هو كمان للمعسكر، وبعدها القائد كوزنيتسوف عرف من واحد من رجالته باللي حصل، وان ابنه ساعد في القبض على جاسوسين، والقائد اتفاجئ من شجاعة ابنه. وبعدها بنشوف سيرجي دخل أوضة القائد، وفي اللحظة ديت القائد قال له خبر مهم، وقال انه اخيرا اخذ الموافقة الرسمية علشان يتبناه قانونيا، ومن النهارده هما الاتنين بقوا عيلة واحدة رسمي. وسيرجي كان فرحان جدا وطلب من ابوه يروح عند كاتيا علشان يقول لها الخبر، والولد قال انه شاف كاتيا وهي بتعيط قبل كده لما كوزنيتسوف اتصاب في واحدة من المعارك اللي فاتت، والقائد اتوتر لما سمع الكلام ده من الولد، ولكن رغم كده وافق يروح معاه عند كاتيا. وفي نفس الوقت كاتيا كانت عند النهر، وفجأة واحد من الجنود كان بيهزر معاها واخد الجاكيت بتاعها، وبعدها ادالها بوكيه ورد واعترف لها ان هو بيحبها، ولكن كاتيا كانت متضايقة جدا وحاولت تاخد الجاكيت بتاعها منه. وفي اللحظة ديت سيرجي وابوه وصلوا وشافوا اللي بيحصل، وكوزنيتسوف فهم الوضع واخد سيرجي ورجعه لورا، والقائد حاول انه يتظاهر انه عادي ومش مهتم، ولكنه كان بيبص بخباثة عشان يشوف كاتيا هتوافق ولا لأ. وفجأة سيرجي قدر يفلت من ايده وراح ومسك في ايد كاتيا، وهنا الضابط اتكسف ومشي من المكان. وبعد مرور كام يوم بنشوف ان في معركة جديدة، وكان سيرجي بيتحرك وسط الخنادق وهو بيدور على ايجور، وبعد ما وصله الذخيرة ايجور بيطلب منه انه يروح للمخبأ اللي تحت الارض علشان يبقى في امان، ولكن سيرجي كان رافض يسيب اصحابه لوحدهم وقت المعركة. وفي النهاية ايجور قدر يقنعه وقال ان الجندي الحقيقي لازم يسمع اوامر القادة بتاعته دايما، ولكن رغم كده سيرجي كان لسه عايز يساعد باي طريقة. وفجأة سمع ابوه وهو بيتكلم مع باقي الجنود، وهناك بنعرف ان في مشكلة حصلت بسبب انقطاع واحد من اسلاك الاتصال، وكمان عرف ان شوية جنود راحوا يصلحوا السلك بنفسهم، وسيرجي وقتها قرر يروح وراهم من غير ما يقول لحد، وبدأ يسحب فوق الارض علشان يتفادى الرصاص اللي بيتضرب. ولما وصل لقى واحد من الجنود مصاب، وحاول ان هو يساعده بسرعة وسأله يعمل ايه عشان يصلح السلك، والجندي بدأ يشرح له الطريقة المطلوبة لتوصيل طرفين السلك ببعض، وسيرجي نفذ التعليمات ونجح ان هو يوصلهم. وبمجرد
ومجرد ما الاتصال رجع القائد وقتها قدر ان هو يطلب تعزيزات اضافيه، والتصرف البطولي اللي عمله سيرجي وقتها انقذ ارواح كتير من الجنود. وبعد ما المعركه انتهت سيرجي بدأ يفكر في خطه جديده، والمهمه الجديده دي كانت انه يقرب كاتيا من ابوه لانه كان فاهم كويس ان الاتنين معجبين ببعض. وعشان ينفذ خطته جري بسرعه ناحيه كاتيا وقال لها ان القائد تعبان جدا ولازم تيجي تشوفه بسرعه، وبعدها خدها وجري بيها ناحيه اوضه كوزنتسوف. ولما وصلوا هناك لقت القائد نايم فوق الترابيزه، وكاتيا اتخضت وفكرت ان هو مغمى عليه، وفي نفس الوقت سيرجي كان مستخبي بره وبيتفرج عليهم. واثناء ما كاتيا كانت بتحاول تكشف على كوزنتسوف القائد قال لها ان هو مش تعبان اساسا، وكاتيا بدات تشرح له ان سيرجي هو اللي قال لها كده. وفي اللحظه دي كوزنتسوف فهم خطه ابنه وحاول يجمع شجاعته علشان يعترف لكاتيا باللي حسه ناحيتها، ولكن كاتيا كانت محرجه جدا وقررت تمشي من المكان. ولكن القائد حس ان ما ينفعش يضيع الفرصه ديت، وعشان كده خرج بسرعه وراها عشان يكمل كلامه معاها. وفي نفس الوقت سيرجي طلع فوق شجره عاليه واستخدم المنظار بتاعه عشان يراقب المعسكر من فوق. وفي اللحظه ديت شاف كلاب انقاذ جايه ناحيه المعسكر وجري بسرعه ناحيه الكلاب وهو متحمس يشوفهم. وبعد شويه وقت طلب اذن يتمشى معاهم، وبعدها طلع فوق نقاله بعجل والكلاب بدات تجر وراها. ولكن المشكله بدات لما الكلاب شافت قطه في الطريق وفجاه بداوا يجروا ورا القطه بسرعه، ولو فضلوا يجروا بالشكل دوت كانوا هيدخلوا حقل الغام، وده كان هيخلي حياه سيرجي في خطر. ولما ريزو فهم اللي بيحصل ركب الموتوسيكل بتاعه وجري ورا الكلاب بسرعه علشان يوقفهم، وقدر ان هو يلحقهم في الوقت المناسب. وفي نفس الوقت كوزنتسوف كان بيحاول يكلم كاتيا ولكنه ما كانش قادر يلاقي الكلمات المناسبه اللي يعبر عن مشاعره ليها، وعشان كده قرر يدخل سيرجي في الكلام بداله، وقال ان الولد بيحب كاتيا جدا ومتعلق بيها. وبعدها سألها اذا كانت حابه تبقى ام لسيرجي، ولكن كاتيا قبل ما ترد على سؤاله واحد من الجنود وصل وسلم القائد جواب من القياده. وتاني يوم بنشوف ان الجيش كله بدأ يستعد علشان يسافروا، وبعد شويه ساعات وقفوا يرتاحوا عند بيت فلاحين، وبعد ما اكلوا اكتشفوا ان في قنبله المانيه في البيت، والقنبله كانت وقعت من السقف واخترقت ارضيه البيت كمان. ولكن لحسن الحظ القنبله دي ما انفجرتش وقت سقوطها، وعشان كده الجنود قرروا يساعدوا اصحاب البيت وكانوا عاوزين يتخلصوا من القنبله قبل ما تسبب اي كارثه. وبعدها كملوا ناحيتهم ناحيه المكان المطلوب منهم، وسيرجي وقتها ركب مع ريزو وابوه، وفجاه العربيه انفجرت وسط الطريق والكتيبه كلها اكتشفت ان هم دخلوا وسط حقل الغام. وبعد شويه امطار الولد لقى ريزو ميت قدامه، وفي النهايه وبعد وقت طويل قدروا يوصلوا لمكانهم المطلوب. وفي ظل ما كان ابوه بيتكلم مع الجنرال جوه المكتب سيرجي راح يساله عن المهمه الجديده المطلوبه منه دلوقتي، وابوه طلب منه يفحص ملابس واحذيه كل الجنود الموجودين، وعشان ينفذ المهمه استعان بواحد من الضباط يساعده في الشغل. وبعد ما فحص كل الجزم والبدل العسكريه طلب من الضابط يكتب اسماء الجنود اللي هدومهم بايظه. وبعد ما خلص المهمه المطلوبه منه رجع مره تانية لمكتب الجنرال عشان يسلموا التقرير بنفسه. وبالليل سيرجي وابوه كانوا ماشيين وسط الغابه سوا وكانوا بيتكلموا عن حفل التكريم اللي هيحصل قريب، وبنعرف ان هو فيها هيستلم ميداليه، والميداليه دي كانت بيدوها لاي شخص خاطر بحياته عشان يحمي بلده او ينقذ الناس وقت الحرب والمعارك الصعبه. وده معناه طبعا ان سيرجي هو كمان هيتكرم بيها. وفي ظل ما كانوا بيحتفلوا فجاه قنبله اتضربت في المكان واتسببت في دفن كوزنتسوف تحت الانقاض، وسيرجي حاول ان هو يطلعه من تحت الركام ولكنه كان اضعف من انه يشيل الحجاره التقيله لوحده. وبعد انتهاء القصف وبمساعده باقي الجنود اللي كانوا موجودين قدروا يطلعوا القائد من تحت الانقاض ويعالجوا اصاباته بسرعه. ورغم ان اصاباته كانت خطيره الا انه بدا يتعافي بالتدريج وقدر انه يرجع على رجليه، وبعد فتره قصيره بقى جاهز يمشي مع رجالته من جديد. وفي السنه اللي بعدها وتحديدا سنه 1943 سيرجي اخيرا اخذ تكريم اصغر جندي في الحرب العالميه الثانيه، وكمان حصل على ميداليه شرف بسبب شجاعته. وبكده بينتهي فيلمنا واللي بنعرف انه مقتبس من قصه حقيقيه حصلت فعلا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، واكتب لنا حابب نتكلم عن فيلم ايه المره اللي جايه. وبس كده ونشوفكم على خير، سلام.